إحنا بنعملها دايمًا وفاكرين إن إحنا كده بنعتني بشعرنا، بالعكس إحنا ده بيكون سبب على مدار الوقت إن هو إيه، يبوظ. أول غلطة بنعملها إن إحنا بنستخدم الزيوت كدهان يومي. الزيوت دي بتسد المسام لو ما اتغسلتش كويس مع مرور الوقت، وده بيسبب تساقط شعر وقشرة. الزيت ده نستخدمه قبل الغسيل عن طريق حمام زيت، نعمله بطريقة معينة، نسيبه من ساعة لساعتين وبعد كده بنغسله كويس بشامبو مناسب. وبعدين الزيوت دي عشان نستخدمها صح لازم نعرف مسامية الشعر. ان شاء الله الفيديو الجاي هعرفكم ازاي نعرف مسامية الشعر عشان نستخدم زيت مناسب نقدر ان احنا نستخدمه صح ويدينا نتيجة كويسة. تاني غلطة بنعملها حكاية ان انا لازم استخدم شامبو خالي من السلفيت عشان شعري يكون كويس، بس دي الفكرة دي مش مظبوطة. حسب نوع الشعر انا هبتدي احدد انا محتاجة ايه. لو شعري دهني لازم استخدم حاجة فيها سلفيت ولو بنسبة خفيفة او كبريتات معتدلة، تمام، لان انا محتاجه حاجه تقلل نسبه الدهون اللي الشعر بيفرزها، عشان دي برضو لما بتتراكم بتعمل لي مشاكل تانية، تقصف وسقوط وبتعمل فطريات، فانا لازم استخدمها. انما انا لو شعري اي حاجه تانية معتدل ما بيفرزش دهون كتير، انا خلاص عارفه ان هو جاف شويه، انا دي برضو ما ينفعش استخدم حاجه فيها سلفيت بتاتا، لازم استخدم حاجه مناسبه. الشامبو اللي بيبقى فيه سلفيت بيكون مهم بالنسبه لي لو شعري دهني عشان يقلل لي الدهون شويه وما تعمليش مشاكل تانية. غلطة كمان ان احنا دايما ما بنسيبش شعرنا يتهوى او ان هو ينشف بسهوله، لا احنا بنرفعه وبنربطه وهو لسه مبلول. الشعر ساعتها بيتقصف جدا، بيسبب تساقط كبير جدا، لان انا كده بضعف الشعرايه وببوظ الخصلات، ده غير ان هو ريحته ما بتكونش احسن حاجه. لازم نسيبه ينشف على الاقل بنسبه 80%، ولو لازم نربطه يعني لو في حاجه نعملها اللي احنا لازم نربطه نعمل ربطه خفيفه كده تكون بنسبه كبيره متهويه. لازم ناخد بالنا لان دايما العنايه الصح ما بتبقاش في كم المنتجات اللي انا بشتريها، ولا انها براند وغاليه وانها لا ولا انها كويسه، لا، الفكره ان انا حتى لو بستخدم حاجات بسيطه بس بستخدمها بطريقه صح، ساعتها شعري هيكون احسن حاجه.